عندي هون خلاط رح ضيفه عليه حبتين بردقان مقشرين، خلاط وحبتين بردقان وكاسة كاملة من السكر، وكيسة سكر، وبدي نص معلقة صغيرة من الفانيلا السائلة، معلقة فانيليا سائلة، ومنفقس فوقن 4 بيضات، هون 4 حبات بيض، وشوية صغيرة من برش البردقان، وشوي من برش البردقان، ورشة ملح صغيرة مو مشان شي مشان صحتك، ورشة ملح مو مشان شي مشان صحتك يا غولي، وبضيف فوقن كاسة من زيت النبات، كيسة زيت نباتي. وبكل بساطة بنعطيهم خلطة سريعة ببساطة يعني بنخلطهم. كبيرة، وبنخل عليها كاستين وربع من الطحين، وهلا عنا كاستين ونص طحين، فوقن معلقتين صغار من البيكنج باودر، معلقتين بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الكربون. معلقة كربونة. ننزل الخليط السائل على الخليط الجاف، الخليط السائل على الخليط الجاف، نحركهم كتير منيح ومنحركهم كتير منيح. الخليط وبكته جواته، وهلا بنجيب الخليط وبنكته هون. وبهيك الكيك صار عندنا جاهز مشان يروح على الفرن. الكيك صار جاهز وعلى الفرن. بنسمي بالله وبنقلبه كتير منيح. هلا الكيك طلع من الفرن وبنقلبه كتير منيح. وبهيك يا غوالي قلبنا الكيك وقسمناه. طلعوا لي على هالمنظر، بسم الله ما شاء الله. يا عيني ما شاء الله على هالقوام. شايفين على هالكيك الهش والطري، بسم الله. شيء بنقول بسم الله يا كريم وبندوق بسم الله. وهلا بنقول بسم الله وبندوق. شنو هاي؟ الله الله الله، عن جد هالكيك خرافي يا غوالي. الله الله يا غوالي شو هالكيك خرافي. عندي هون 15 كيلو بردقان ابو صره، وعندي هون كليان ونص ابو صره، ومنجيب البردقان الظريف وبنقسمه بالنص، ومنجيب البردقان الزريف وبنقسمه بالنص، وبدي اجيب عصاره تكون مكن واكبر كاسه عنا، نجيب عصاره مكن واكبر كبايه عنا، ومنجيب البردقان اللي قسمناه وبنحطه جوات العصاره وبنسمي بالله وبنعصر. نجيب البردقانات اللي قسمناهم وبنقول بسم الله وبنعصرهم. وهلا يا غوالي قربوا لهون وشوفوا لي على هالبردقانات الظراف. هلا يا غويلي قربوا شوفوا لي هالبردقانات نسمي بالله ومندوق بسم الله يا كريم. ونقول بسم الله ومندوق. الله 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 الله. اليوم كانت معنا طريقة كيفية عصر البردقان على الطريقة الشامية. جربوا ولا تنسونا من اللايك والاشتراك.